سلام، معكم نورس كيتشن. الا كنتوا اول مره كتشوفوا القناه ما تنساوش تشاركوا فيها وتضغطوا على الزر باش يوصلكم جديد ديال الوصفات. اليوم جيت نشارك معكم غريبه الكوكيز. كتجي هشيشه رطبه وبنينه كتذوب في الفم، اقتصاديه، ما فيهاش تماره لا عجين لا دليك، كتوجد بالزربه وغتحمر لكم وجهكم. تبعوا معايا طريقه التحضير. اول حاجه كنحتاجوا البيضه وحده، كنضيفوا عليها قبيصه ديال الملحه، راها ساهله والمكونات كلهم عندنا موجودين في الدار. كنضيفوا من بعد نص كاس ديال السكر سنيده، بالنسبه للمقادير غتلقاوهم مكتوبين. كنضيفوا ربع معلقه ديال فاني بودر، ولا تقدروا تعوضوه بسكر فانيي. وكنضيفوا من بعد الزيت وواحد ساشي ديال فلان ديال الفاني، كيعطي واحد المذاق زوين ليها. صافي كنبداو نخلطوا هاد المكونات كامله مع بعضياتها حتى كتنسجم وتكيدوب هذاك السكر، وكتخلطوا كيتوليو تحصلوا على هذا الخليط كيبان لكم بحال بدا كيتقال. من بعد كنضيفوا كاس ديال النشا وواحد خميره ديال الحلوى، وكنبداو نخلطوا. حاولوا تخلطوا بهذا الشكل اللي كتشوفوه معايا، ما تعجنوهاش وما غير خلطوا. حاولوا انكم ما تبقاوش توركوا على داك العجينه، غير كتخلطوا من تحت الفوق من تحت الفوق حتى كتنسجم مع بعضياتها وكتحصلوا على هذا الخليط. عاد كنضيفوا الدقيق. بالنسبه للدقيق ردوا البال، الا درتوا جوج كيسان كتجيكم قاصحه، دونك حاولوا ديروا ديك جوج كيسان قل ربع. ضيفوا الكاس الاول وخلطوا، ومن بعد عاد ضيفوا الكاس الثاني بشويه بشويه. تقدر تاخذ معكم كاس ونص، كيف ما تقدر تاخذ قل ولا اكثر على حسب نوعيه الدقيق ديالكم. انا خدت معايا تقريبا واحد جوج كيسان قل ربع. من بعد كنشكلوها بهذا الشكل، كويرات الحجم ديالهم اللي بغيتو ديروهم كبار كيف ما ديروهم صغار، تقدروا تخليوهم عاديين. انا هنا فضلت انني نزينها بلي بيبي شوكولا كيف ما كتشوفوا. من قبل كنكونوا سخنا الفران على 200 درجه. ملي كنبغيو ندخلوها كنقصوها على 180 درجه من الفوق ومن التحت. كتاخذ تقريبا ما بين 6 و 8 دقائق، ما تاخذش وقت بزاف. كتجي مشقه مذهبه غزاله هشيشه كتذوب في الفم. اللي ذاقها كيقول لي شنو المقادير اللي فيها، وهي ما فيها حتى شي حاجه كثيره، كلشي المقادير متواجدين عندنا. صافي هكا كنحصلوا عليها. تقدروا تخليوها هكا كيف ما تقدروا تزينوها بالشكل اللي زينتها بي انا. اختاريت اني نزينها بالسكر ثقيل على الشكل ديالها. كتجي غزاله هشيشه بنينه ورطبه، وما كاين لا مجهود لا تماره لا دليك لا والو لا عجين، غير خلطيها وبالزربه دخليها الفران وهاتي عندك احسن غريبه الكوكيز. جربيها وردي لي الخبر، وبالصحه والراحه.